وقت الذروة في القاهرة أي الساعة 8 الصبح أو الساعة 4 العصر في عدة قواعد غير مكتوبة لازم أنك تحاول تلتزم فيها علشان تتجنب الزحمة وقرفها. أول وأهم حاجة هي أنك تحاول أنه تخلي المترو هو وسيلة المواصلات تبعتك، لأنه المترو السكة تبعته نفسها ما فيش فيها زحمة، لكن أنت هتلاقي زحمة وسط الركاب بس يعني هنستحملها مع بعض. بتمشي حالك وأنت واقف، أو لو عرفت تقعد هنا ولا هناك، المهم أنه أنت بتقدر تمشي حالك، المهم أنك توصل بدري على البيت، أو لو كنت طالع الصبح توصل بدري على الشغل. وطبعا لو كنت نواحي الأتوبيس الترددي فلا تتردد بأنك تركبه، لأنه حيختصر عليك الزحمة تبعت الدائري. طيب ما عرفتش هنعمل إيه؟ هنضطر نركب يا ميكروباص يا أتوبيس، وحنلبس في الزحمة للأسف الشديد، وهذا حال أغلب الناس. طيب في حال أنا انحكمت بالأمر الواقع واضطريت إنه أنا أركب ميكروباص أو أتوبيس، الخلاصة إنه نحن هنعلق في الزحمة، يعني يبقى سلي نفسك بالطريق. يعني إيه سلي نفسك بالطريق؟ يعني أنت استغفر، سبح، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو معاك سماعة ومعاك نت يبقى شغل لك درس مفيد، وعلى بال ما الزحمة تخلص يا سيد الناس. أصله هي الطريق واحدة، هتقعد وانت قرفان ولا تقعد تسلي حالك في أي حاجة؟ فأنت حر. ولكن هذا الفيديو يعني إيه نصيحة من أخ لأخوه، علشان يعني أنا مقدر هذا الموضوع كنا بنعاني منه كتير، فواي نوت، يعني أنت بتكسب أجر وانت قاعد. وشير الفيديو لأصحابك وبس كده.